مساء الخير على كل مستمعين ومشاهدين راديو في السكة. أنا غادة يسري ببرنامج الحياة حلوة. بتمنى تكونوا قضيتوا عيد سعيد مع حبايبكم، مع أهلكم، مع عائلاتكم، وتكونوا كلتوا الكحك والفسيخ والرنجة والحاجات اللي انتوا بتحبوها. ويا رب يا رب يكون عملكم متقبل في رمضان إن شاء الله، وتشوفوا كل الخير والبركة والفرج بإذن الله. النهاردة أنا هتكلم معاكم في موضوع بجد من أحلى الحاجات اللي بتسبب الطاقة الإيجابية في الدنيا كلها. ده بالنسبة لي أنا وبالنسبة لناس كتير. الحيوانات الأليفة، بجد ما ينفعش تشوفوا الحيوانات من غير ما تقولوا سبحانك يا رب على إبداعك وجمال خلقك. من زمان وكان في قيمة كبيرة للحيوانات في حياة الإنسان، حتى في الحضارات القديمة وخصوصا الحضارة الفرعونية كنتوا تلاقوا صور الحيوانات موجودة على حيطان المعابد في البرديات وغيره طبعا، وكان ليهم قدسية كبيرة كمان. الحضارة الفرعونية القديمة كان ليهم 14 حيوان كانوا بيحبوهم وبيقدسوهم جدا، زي مثلا الكلب والقط والخنفسة والنسر والصقر والأسد وغيره. بس أنا النهاردة هتكلم عن 3 أنواع بس علشان ندخل في نطاق الحلقة وما طولش عليكم. طائر أبو المنجل كان ليه قدسية كبيرة جدا عند القدماء المصريين، وكان بيمثل الإله تحوت، إله القراءة والكتابة والمعرفة. القطة كمان كان عندها قدسية كبيرة جدا عند الفراعنة، وكنت تلاقيها على جميع جدران المعابد والبرديات وغيره، وكانت بتمثل إله معروف جدا عندهم اسمه الإله باستت. كان الإله ده عبارة عن نصف قطة ونصف امرأة، وكمان كان الإله ده بيمثل إله الخصوبة والولادة عندهم. وكانت القطة لها مكانة كبيرة جدا عندهم، لأنها كانت أنيس الإنسان ورفيق الإنسان، وكانت بتحميهم من الأرواح الشريرة، وكمان كانت بتحميهم وبتحمي مخازنهم من القوارض والثعابين. وكانت عقوبة قتل القطط عند الفراعنة عقوبة شديدة جدا، لأن هم كانوا بيعتبروها مش قتل روح بس، لا ده تعدي على الآلهة ذات نفسها. واخر حيوان هتكلم عنه كان ليه قدسية كبيرة عند الفراعنة، هو كلب ابن آوي اللي كان بيمثل الإله أنوبس، إله التحنيط والموت، وكان مسؤول عن أبواب الجنة، وكان مسؤول عن محاسبة الأرواح بعد الموت. طبعا الحيوانات ليها قيمة كبيرة جدا عند الإنسان، وبتمثل قدرة الله سبحانه وتعالى في خلقه وإبداعه. يا ترى ايه الفوائد اللي احنا ممكن نكتسبها لما نربي حيوانات أليفة في بيتنا، نكتسبها احنا وأطفالنا؟ انا هقول لكم. 1، بتعلم الأطفال والكبار تحمل المسؤولية، لان انت بتبقى ملتزم بروح، وبيبقى مثلا لو انت عندك كلب لازم توديه للدكتور وتمشيه كل يوم وتوديه للطبيب وتأكله وتشربه وتنظف مكانه، فبالتالي بتتعلم تحمل المسؤولية. 2، ميزة الحيوانات ان هي بتعملك حالة ونس كده في البيت. يعني انتوا مثلا لو قاعدين في البيت لوحدكم او ما عندكوش صحاب، حقيقي بتحسسكوا باحساس جميل جدا بالرفقة والسند، وبتودي عندكم احساس الملل والشعور بالملل والوحدة. 3، الحيوانات بيعلمونا الرحمة، بيعلمونا الرفقة، بيعلمونا المودة، بيعلمونا الاخلاق الحميدة، لانك انت بيبقى مطلوب منك انك انت تحس بالحيوان الاليف ده من غير ما يتكلم هو محتاج ايه، لو كان عيان او كان متضايق مكتئب، او لو كان جعان، او لو كان عطشان. فبالتالي ده بيأثر او بينعكس على معاملتك انت نفسها للبشر، انك انت بيكون احساسك اعلى بعد كده بالبشر، وبتقدر تعرف احتياجاتهم من غير ما يتكلموا. وده بينمي كمان الذكاء العاطفي عند الاطفال الصغيرين. من اهم مميزات الحيوانات ان هي بتعالج بعض الامراض زي التوتر والحالات النفسية. ده غير ان بينصح بيها كمان الاطباء ان تجيبوا حيوان أليف للاطفال اللي عندهم توحد او فرط حركة. في بعض الدول الأجنبية بتستعين بحاجة اسمها حيوانات المعالجين النفسيين، ودول أكيد انتوا شفتوهم على الإنترنت على فكرة.
الحيوانات دي بيجيبوها للناس اللي عندها امراض مزمنه او صعبه جدا زي السرطانات والامراض الخطيره في المستشفيات. والكلاب دي بتدي دعم وسند نفسي رهيب، وممكن تكون بتدي كمان طاقه ايجابيه، وبالتالي ترفع مناعه الجسم ككل، وممكن بيكون ليها اثر سحري في شفاء الناس دول. حاجة جميلة جدا الحقيقة. وجود الحيوان الأليف في المنزل بيكون سبب رئيسي لزيادة الترابط الأسري والعلاقات الأسرية، لأن انتوا بتكونوا مع بعض، الأسرة بتكون مع بعض ذكريات جميلة جدا في وجود الحيوانات الأليفة دي، وبتفضل موجودة معاكم العمر كله. آخر نقطة، وللأسف النقطة دي محزنة جدا بس أنا كان لازم أتكلم فيها، إن في بعض الناس بيقولوا إن إحنا لو جبنا حيوان أليف وحصل له حاجة أو مات، ده هيأثر على أطفالنا ويسبب لهم حالة من الصدمة. طبعا الرأي ده يحترم جدا، بس رأي علم النفس مختلف. لأن في الحقيقة رأي علم النفس إن الطفل اللي بيتربى في وجود حيوان أليف بيكون عنده قابلية على تخطي صدمة الموت وإيقان حقيقة أو فكرة الموت أكتر من الأطفال اللي ما تربوش مع حيوانات أليفة. أنا عن نفسي بنصحكم إنكم تجيبوا حيوان أليف لأطفالكم في البيت، لأن ده بيأسس شخصية أفضل ليهم، وكمان مصدر كبير جدا للطاقة الإيجابية. يعني الحيوانات الأليفة هي الصديق الروح للإنسان، الصديق الأساسي للإنسان، اللي دايما بيكون موجود معاه في كل أوقاته، وعمره ما بيسيبه أبدا ولا بيتخلى عنه. وكمان بيحب صاحبه زي ما هو، يعني لا عمره هيحكم عليك أو على شخصيتك أو على عيوبك، دايما كمان بيتطبع بطبعك. وكمان بيكون سند وونس ليك في أصعب أوقاتك وانت في وقت الحزن والزعل. أنا معايا قط، أنا القط بتاعي بقاله معايا 13 سنة، دايما موجود معايا في كل حاجة، في كل أوقاتي، وأنا زعلانة وأنا مبسوطة وأنا بطبخ وأنا بتفرج على التلفزيون، حتى وأنا بصلي. حقيقي هو مصدر كبير لسعادتي، وحقيقي وجوده في حياتي بيخلي الحياة أحلى. وبكده حلقتنا تكون خلصت النهاردة، وأتمنى أن الموضوع يكون عجبكم النهاردة، وأشوفكم الحلقة الجاية على خير. شكرا على حسن استماعكم. كان معاكم غدا يسري في برنامج الحياة حلوة على راديو في السكة. سلام.